بتوجيه مباشر من نظام ولاية الفقيه الذي يجتمع مع القاعدة. نظام ولاية الفقيه في إيران هو الذي استضاف واستقبل قادة القاعدة في طهران، وهو ما زال يعمل معهم ومع داعش بهذا الاتجاه كثير. وأنا هنا أطالب السيد نصر الله أن يشاهد ما قدمته قناة العربية بعنوان كيف كافحت وواجهت السعودية القاعدة على أرضها، ليعلم بأن كل هذا المشروع لضرب هذه الدولة التي أراد أن يشوهها. أنا أقول بأنه سامري هذه الأمة، لأنه فعل السامري، أراد أن يشوه هذه الدولة، أراد أن يغير الحقائق وأن يضيع الوقائع. لذلك أنا أقول له اسمع ما نقوله وهذا ما نعتقد به، ولكل مسلم يعتقد بأن هذه أرض الوحي والقرآن، أرض النبي وآل البيت والصحابة. مملكة آل سعود نعم التي هي وحدت العرب، مملكة آل سعود التي خرجت من العائلية ومن العشائرية لكي تكون دولة الإسلام والعروبة. مملكة آل سعود التي قامت بخدمة الحرمين الشريفين، لذلك يقال له خادم الحرمين الشريفين. مملكة آل سعود هي التي حافظت على استقرار لبنان على أقل تقدير. مملكة آل سعود هي التي عندما دمرت لبنان بمغامراتك هي التي بنت لبنان وحافظت على استقرار لبنان. مملكة آل سعود التي تتحدث عنها هي التي اليوم يعتاش ويسترزق منها الكثير من شيعة الجنوب، وحتى يمكن أن أقول بأن أكثر من 11 مليار دولار في البنك المركزي اللبناني هو الذي يحافظ بهذا الكم على استقرار لبنان. لا يمكن عفوا هذا الكلام لا يمكن أن نسكت عليه، هذا الكلام يجب أن نرده إلى أهله. لا يمكن ولن نسمح من لبنان أن يكون ساحة ومنصة لإهانة إخواننا العرب ولشتم العرب وللتجرؤ ولبث الفتن من هذه الساحة. نحن نحمله المسؤولية ونحن نطالب وهذا اختار اسمعيني هذا اختار للمدعي العام في لبنان ولمعالي وزير العدل السيد أشرف ريفي بأن ما قاله السيد حسن بالأمس من اتهامات ومن دعوة ومن شرذمات ومن تحريض ضد المملكة العربية السعودية التي نقدر ونحترم، هذا يمس بالأمن القومي العربي وبالأمن القومي اللبناني، ونحن نحمله المسؤولية. تفضل.